السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هاعمل بقى معاكم طريقة حلوة جدًا ومختلفة للسردين، وأول مرة كده هتشوفوها، بجد من كتر جمالها كده انتوا هتعملوها على طول. تعالوا على طول نشوف الطريقة، بس لو أول مرة تشوفوني أنا أسماء شاور ودي قناتي. متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا جبت السردين كده زي ما انتوا شايفين، وبشيل الراس بتاعة السردين كده وبفتحها من بطنها وبشيل الشوك اللي جواها كده، بيطلع معايا بكل سهولة. وطبعا قبل ما اعمل كل ده بكون غاسلة السردين كويس جدا، علشان بعد ما بفتحه مش بغسله خالص، علشان طبعا ما يتهريش معايا تحت المية وكده، فانا غسلاه غسلة كويسة قبل ما افتحه. شلت كده الراس وبدأت اشيل بقى الشوك اللي جوه. اما تيجي تشيلي الشوك شيليه من تحت كده وانتي طالعه على فوق، ما تشديش من فوق الشوك وانتي نازله علشان ما يطلعش معاكي كده اللحم بتاع السردين. طريقتها سهله جدا وبتتفتح معايا بكل سهوله، وكمان الشوك بيطلع معايا بسهوله. شايفين بطنها كده اتفتحت معايا، بروح شايله بقى كده الشوك من عندي الديل كده، بروح شداه بيروح طالع معايا بكل سهوله. خلصت بقى كل الكمية اللي عندي وفتحتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى نعمل التتبيلة بتاعة السردين. هجيب معايا بقى كده معلقة كبيرة من هريسة الشطة، وطبعا كمية التتبيلة اللي انتوا هتعملوها على قد كمية السمك اللي عندكم. ما عندكيش هريسة شطة ممكن تحطي فلفل أخضر مفروم عادي. حطيت كده 3-4 فصوص من التوم، وحطيت كمان شوية من الملح وكمون وكزبرة وشوية من البابريكا، وعصرت معايا كمان ليمونة بالشكل ده كده، وعندي كمان معلقة خل كده كبيرة، وهقلب التتبيلة دي كلها مع بعضها بالشكل ده كده. هجيب بعد كده السردين زي ما انتوا شايفين، وهاخد شوية من الحشوة دي كده وابدأ احشي بيها السردين. حطيت في قلب واحدة كده، وهجيب واحدة تانية واحطها فوق الاولانية علشان تقفل عليها بالشكل ده كده. هاخد كمان واحدة كده احط شوية من الحشوة وعليها واحدة من السردين علشان تقفل بالشكل ده. عايزة اقولكوا بقى انكم بتاخدوها تاكلوها كده مفيهاش اي شوك خالص، وبجد بيبقى طعمها لذيذ جدا. خلصت كل الكمية اللي عندي، واللي هيفضل من التتبيلة بحطه على وش السردين بالشكل ده كده. بعد كده جبت صينية معايا وحطيت فيها معلقة زيت واحدة بس مش اكتر من كده. هجيب معايا السردين ومعايا هنا شوية من السميد. بعد كده جبت شوية من السميد اللي هو بتاع البسبوسة، وبغلف السردين بالسميد بالشكل ده كده. ممكن تستغنوا عن السميد خالص وتستخدموا دقيق عادي، بس بالسميد بتطلع معانا مقرمشة كده. هنا السردين بتاعنا يعتبر كده سردين مقلي في الفرن من غير زيت، يعني انا هحطله معلقتين زيت مش اكتر من كده. هيكون طبعا صحي اكتر من اللي احنا بنقليه في زيت كتير وكده. خلصت كل الكمية اللي عندي بالشكل ده. على كل واحدة من السردين كده بحط عليها نقطتين من الزيت مش اكتر من كده، مش هنكتر زيت خالص. بعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، بولع من فوق ومن تحت. بمعلقتين زيت بس هنقلي السردين في الفرن من غير بقى ما نملي الطاسة كده بالزيت وبعد كده في الآخر بيترمي. جربوا الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا. وهنا بعد ما طلع من الفرن ومبيكونش لازق ولا أي حاجة، متحمر من فوق ومن تحت، وبجد طعمه لذيذ جدا، وكمان كده مقرمش علشان السميد اللي احنا غلفناه بيه. جربوها علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم بأي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.